السلام عليكم اصحابي الحلوين، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا 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 من اخر فيديو عملناه مع بعض. طبعا انا عارفه ان انا متاخره عليكم، بس انا مع وضعكم وطلعت ان انا اعيد عليكم. كل عام وانتم بخير، واللهم اعد علينا هذه الايام بكل خير وصحه وبركه، اللهم امين. طبعا ليله العيد وفرحه العيد وجمال العيد. يلا بينا نبدا ونخش على فيديو النهارده، فيديو جميل جدا جدا، وانا فرحانة جدا ومبسوطة. يلا بينا نخش ونشوف هنعمل ايه في ليلة العيد. في البداية كده حابة ان انا اقول لكم كل سنة وانتم طيبين. عايزة اقول لكم ان انا كنت قاعدة وسط العيال، وطبعا كانوا فرحانين جدا، ويعني حاجة ما شاء الله. انا عايزة اقول لكم ان انا جبت المفرش اللي هو الفرو ده، طبعا انا اللي جايباه وانا اللي قصاه. القصة اللي انا قصاه دي يا بنات، تمام، ان شاء الله هنزلها لكم على القناة باذن الله. طبعا قعدنا مع بعض كده ونفخنا البلالين، ودي كانت احسن فقرة في الليلة بحالها. نفخ البلالين بقى، وطبعا كانت احسن فقرة مع العيال وحاجة جميلة جدا. تعالوا ما اوريكم لبس الاولاد. ده كان لبس اللي هو ايه، لبس عمر الصغنون طبعا. ما شاء الله تحفة. حبيت ان انا طبعا بحب اجيب لهم كل سنة زي بعض، بس يعني هو مش زي بعض خالص السنة دي. يعني هو نفس الموديل كده، بس مش نفس يعني الرسمة ونفس ايه كل حاجة زي السنة اللي فاتت. تمام. وجبت لنفسي انا كمان البالتو اللي هو ايه الجميل ده. يعني انا كنت نفسي في حاجة زي كده، بس قلت ان انا هجيبه ان شاء الله بقى هحضر بيه العيد. طبعا لما رحت بقى صلاة العيد وكده، كان البالتو العيد برعاية الجاكيت البالتو الجوخ يا بنات. كان كله لابسه، بس طبعا اللي بيحلل اللبس اللي لابس طبعا. وادم انا فرحانه بنفسي وفخوره بنفسي ان انا لابسه، فمش فارق معايا اي حاجه تانية. اهم حاجه ان انا ابقى فرحانه ومبسوطه بنفسي. تمام. تعالوا بينا كده. انا كنت طبعا لازم أنا اعلق اللبس، ولازم اظبط اللبس كده بتاع ليله العيد وجمال العيد. لازم ان انا اظبط الدنيا كده يا بنات. ما لقيتش طبعا حاجه ان انا اعلق عليها، فجبت السلم وقلت هعلق يعني هعلق. تمام يا بنات. وبدأت ان انا اعلقهم كده زي ما انتوا شايفين. وطبعا عملت لبس الاولاد كده في كل واحد سلمية كده، والبناطيل زي ما انتوا شايفين كده يا بنات. ما شاء الله. حاجة تحفة، وكانت الأولاد فرحانة جدا جدا. أهم حاجة عندي فرحة الأولاد. طبعا أنا كنت جايبة لهم بقى لعب العيد. أنا بحب أشتريها لهم يعني قبل العيد، علشان خاطر ما يجوش يوم العيد واللي هو مش عارفين يختاروا ايه من الألعاب. هما بيبقوا قايلين لي ومحضرين لي الألعاب اللي هما عايزينها، وأنا طبعا بجيب لهم اللي هما عايزين. طبعا كانوا عايزين اللودر والعربية، وكان محمد حابب ان هو يشتري الكرة الكفر عشان خاطر يلعب بيه. طبعا لبس الاولاد ده كانت خامته جميلة جدا، وحضروا بيه العيد وكان جميل جدا، وحاجة تحفة ما شاء الله. زبطت لهم كل حاجتهم، وزبطت لهم العابهم، وزبطت لهم كل حاجة. وطبعا زبطت الشقة وخليتها على سنجة 10، بس اللي هي بقى التوضيبة بتاعت العيد او الكحك والبسكوت والكده. قلت ان انا قبل ان شاء الله ما اروح اصلي هظبط الدنيا في حالها كده وهظبطه. انا كنت طبعا بصور الحاجات دي الليله، يعني كانت حوالي الساعه 1 بالليل يا بنات. تمام. دي طبعا شنطتي بتاعت العيد، ودي انا كنت جايبه الطرحه اللي هي فيها لمعه دي شويه، دي حضرت بيها العيد. تمام. والخمار ده يا بنات انا كنت جايباه ليه بعد كده ان شاء الله، يعني مش هفضل امشي بالطرحه اللمعه على طول. دي طبعا توضيبات وحاجه العيد بتاعتي بقى من اكسسوارات وتوك وحاجات. طبعا انا جايبه التوكه بلون الطرحه بالظبط، بلون البلطو. طبعا اللي غويش المسمار دي فغنية عن التعريف. طبعا جبت لي برضو بروشين، بروش احطه في الجاكيت كده من قدام، وبروش الطرح. وحوشت طبعا وفتحت الحصالة وجبت الخاتم الجميل ده. وكل عام وانتم بخير. وظبطت الدنيا بحالها كده، يعني علشان خاطر يعني فرحة العيد من السنة للسنة، يعني فرحة العيد الصغير بتبقى حاجة تانية.
بنبقى طالعين من صيام بقى وعيد جاي بعد غيبة، فبيبقى حاجة جميلة جدا يا بنات. طبعا السجادة اللي هي قدام الباب دي اللي انا بشاور لكم عليها دي، انا طبعا جايباها جديدة، اللي هي فيها مربعات البني دي. انا جايباها جديد وظبطت كل حاجة، وحابة ان انا اعيد عليكم، ودي الشوزات اللي احنا كمان هنحضر بيها. حبيت ان انا اعيد عليكم، وكل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.